اهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده نعمل جو من النظافه كده، وفي جوز حمام كبر هنوديه لواحد صاحبنا قريب مننا يعني هنا، واي حد عايز حمام للتربيه انا مستعد برضه اديله الحاجات اللي زي كده للتربيه، عشان انا بطلعه كبير من المحميه مش صغير. صغير باكله انا. الباذنجان اللي زرعناها الاسبوع اللي فات دي مش عارف هي دي ليها ريحه، بس مش عارف عامل زي الكوز ولا كده ولا كذا واحده طالعه. دي الكناية ابتدت تطلع، في واحدة طالعة فيها بس متشوهة. عصافير بيتخانقوا مع بعضهم. أحسن جو في المحمية كده لما تبقى قاعد تشوف الخضرة وتشوف العصافير شغالة. صوت العصافير كده بيملى السما. ده عنب ده كده، الحمام بتاع طار. عنب ولا لا؟ هاتيه كده جرب عليها كده. دي اللي خلاص ابتدت تودع. الورد بتاعها بياخد ميعاد معين. يلا الصباح برضه للورد. سامعين صوت الحمام عشان بيودع اخوه من هذا الهند. تعالوا كده اوريكم النهارده نعمل جو نظافه جوا. عندنا فرد الحمام ده نجوز الانتاج جديدة. كان ليه انتاج بس الانتاج بتاعه طلع فوق. يا عم استنى اهدى شوية، انا 5 دقايق مش مولف ان انا امسكه. خليلي ساعة عشان امسكه كامل. اعمل له النتائج اللي في النص دي. وعندي جوز تحت ده اللي هديه للراجل النهارده، بس عشان امسكه معايا ساعة لانه كبر. نمسكه لما امسكه هوريهولكم. هعمل جو من النظافة عشان خاطر انا بعمل نظافة كل اسبوع مرة. ده الانتاج بتاعنا، وحش الشاشة. ده اول انتاج في الانابل. تعال هنا دولي عشان عارف ان هو اول مرة يطلع من العين بتاعته. وكلهم نجيلة وعيش وعلف كده، طبقة واحدة بس علف كلهم عشان خاطر الأدنى بيجدد يعني حلو اللون الأبيض اللي هناك ده. بس الأبيض مع اللون مع العينين الحمرا كده تحس إن هو مش طبيعي. ودول بديهم كده عشان إيه؟ عشان خاطر إن هما كتار معاهم بديهم شوية علف كده عشان ياكلوا. بتابع يعني معاهم. لسه برضه الانتاج الصغير بتاعهم اهو.
دي شبه الأم ها، وده قنفذ ده شبه الأب. بيبقى عندك كل المراحل في الأرنب، كبير وصغير. هي الأم بتجيب كتير، لكن مع قلة اللبن بيموتوا. يعني حتى لو ولدت 15 واحدة بيعيشوا 8 9. ما أظنش يعني واحدة تقدر تطلع 15 واحدة. دي بالنسبة للنجيلة اللي أجيبها لهم، بس طبعا بيبقى فيها طالع حشيش زي كده بنقيه، لأن الأرنب ما بيستحملش إنه ياكل أي حاجة مسخة كده زي العليق، زي حاجات زي كده. حمامة كل ده بنقيه، لأن طول ما أنا مش زرعه عندي في البيت بيطلع فيه طبعا حشيش كتير، وبعدين بيجدد نفسه لما يتحش. بخليه كده في الأرض وبلمه مع الحاجات التانية. هنا في مكان ليه إن أنت تحط لهم الحية دي كده يعني، ده مكان للحية دي نفسها. ده جوز حمام من إنتاج المحمية يا جماعة. أول جوز اللي هنديه يعني هدية لوحده، أوكي؟ نفس طبعا إنتاج ليه قطية هنا، شايفين القطية بتاع دماغه ازاي؟ ده من إنتاجنا. شايفين الدبلة؟ تعتبر أول إنتاج المحمية وهو طالع برا. لكن مش هو أول جزء، يعني في حاجات طيرناها، في جزئين طيرناه، وفي فرد تاني، كله ده من إنتاج المحمية، وفي برضه دبل اللي نحن كده. بس كل اللي طالع الأيام دي نفس الدماغ بتاعته زي كده. العين بتاعته أكبر من اللي هناك بشوية. لسه ممكن اديله اسبوعين كده بياكل لوحده. عندك غيط زي كده مليان زرع زي دي، تشوف زي كده ترميه على جنب بحيث ان هي ما تطلعش تاني، عشان الوش الجاي يبقى نظيف. تبتدي تحش، لان ده بيبقى موسم، لما الموسم بتاعه يخلص انت المفروض تكون منشف عندك فترة حاجات كثيرة، يعني بحيث ان يبتدي ياكلوا منه، يعني ده للناس الهاوية ودماغها فاضية يعني. واول حاجة يكون عندك محاشي زي ده كده. شايف؟ زيت الزمالات حاجة أفضل من العلف. معانا أخونا
يبقى وصلنا معاكم الاسبوع ده لنهايه الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ادينا لايك واشترك في القناه، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.